ايه رأي حضرتك بقى في المقابلة النهارده اللي حصلت في قرية العبور في الأنطرة شرق؟ والله تجسدت المأساة على الواقع الحقيقي، يعني احنا وراء قناة السويس طبعا. يعني للأسف الشديد ان يعني احنا كمصريين يبدو بغباء او بإهمال او بعدم اكتراث، او يعني ان احنا بنتفنن في عزل سيناء الحقيقة، ومعاملة هؤلاء الناس على انهم ناس من الدرجة الثانية ولا الثالثة ولا مش محصلين للأسف. يؤسفني أن الجميع بيتفنن في إنه كيف يعزل سيناء. يؤسفني هذا. ايه الحل؟ الحل إن لازم نعرف إن دي أرض مصرية، واللي عاوز يعمل جدع يعمل جدع من على الحدود، مش يعمل جدع من على أرض مصرية. يعني هذا غير قانوني وغير دستوري، حتى لو كان هذا. ما هو الغير قانوني؟ القانون إن يبقى نظرية الأمن سواء كانت عسكرية أو أمنية تتطور بحيث تكون من الذكاء، بحيث ما تهنش الناس. دي إهانة. ايه الإهانة اللي حصلت؟ الإهانة إن أنا بتفتش على أرض مصرية. عيب. ما هو الأمن. أمن تهزقني. أمن تبقى أنت ذكي بحيث تقدر تعرف الجريمة من المصدر، مش تعرف الجريمة بعد ما تهزق الناس. عيب عيب، دي أرض مصريين. عيب. وايه نتائج اللقاء ده بقى؟ نتائج اللقاء محزنة الحقيقة. أنا حزين على إن بيتعاملوا على إن سيناء أسيرة وشعبها أسير. وايه حلولك؟ شعبها من الدرجة الثانية. ايه حلولك؟ الحلول نظرية حلولك انت؟ حلول بسيطة جدا. انت يا امن طور ذكائك، عدد الكباري اللي يقع في الجريمة حاسبه، مش تاخد العمال على بطال كله يتفتش كله يتفتش عشان حجة لقينا مرة صاروخ ولا لقينا واحد بتاع مخدرات، فتضرب المعاطعات، بتضرب المدمن، بتضرب المراوغ، بتضرب التاجر الكبير. لكن تتفتش الصغير والكبير والطفل والكبير بهذه الإهانة تحت دعوة الأمن، يعني تكسب أمن أرضي وتخسر أمن قومي وتخسر انتماء وولاء هؤلاء البشر وهؤلاء الناس. عيب. ده غباء أمني، غباء أمني وغباء عسكري بحجة واهية إنك أنت المواطن ملوش كرامة، نظير إنك أنت تبقى شكليا آمن وتعزل هذا الوطن اللي أخشى بهذه الطريقة إن احنا بنساعد بانفصاله. عيب. يعني وفي حلول يعني هتتحل يعني؟ طبعا عدد الكباري، وبعدين اللي يقع يعطب رقبته بالقانون، مش تاخد العامل على البطاطا تفتش لي كل الناس عشان تلاقي لي واحد انا اتحداهم يزرعوا حاجه النهارده في ال 24 ساعه. يعني كيف لازم اوازن بين ان انا اخسر انتماء مواطن بالعشرات وبالمئات، وان انا مسكت لي واحد صايع معاه كيلو بانجو، ودي بتمنع التنميه كمان هنا. وبعدين التنميه ديك شايف دي تنميه من 74 ميلادي واحنا هنا ماذا فعلنا؟ وبهذه الطريقه لن نفعل ولا نعطي محترم هنا. ايه ناس اسرى مثلا عبيد دول؟ عبيد؟ هترجع تاني؟ هرجع وهرجع. لا انا مش دي اللي استشهدنا فيها، مش دي اللي حاربنا فيها. دي قله ادب اللي بيحدث في سينا، ده قله ادب. طيب وعاوز تقول حاجه تاني؟ عايز اقول لك الله يا مصر، ان الغبي اللي مش عارف يدير، اللي مش عارف يعمل يكون ذكي امنيا، يوسع يمشي مش عارف قول مش عارف، اطلب المساعده. هناك حلول عديده. النهارده الناس بتحمي بالهليكوبتر وبالاستشعار عن بعد. ده في جوجل يا راجل لو تاجروه يفتش كل بيت بأدب. في جوجل، في حاجه اسمها جوجل بشويه يعني دراهم معدوده، ابقى محترم وامن وقوي امنيا وناس محترمين والناس مبسوطه. وتعمر. عيب. ويبقى تعمير، لكن بطريقه يعني المتخلفه دي، في انك انت بحجه انك بتحمي الامن، ده انت بتعزل الوطن، ده انت بتعرض الوطن للاحتلال والاقتطاع والانقسام. شكرا.